بتبدأ أحداث مسلسلنا في واحدة من وحدات القوات الخاصة التابعة للجيش الصيني، وبنشوفهم ساعتها وهم بياخدوا فرقة في مدرسة القناصين، وبنسمع قائد المعسكر وهو بيقول لهم إن دي أفضل مجموعة موجودة. ومن جانب آخر بقى بنروح ساعتها لشابة جميلة بنعرف إن اسمها شيا، وكمان بنعرف إنها دكتورة. وفي يوم كانت في بريك من الشغل وحبت تروح تاكل في مكان، لكن بمجرد ما وصلت شافت مجموعة شباب بيعملوا تحدي كتم النفس تحت المية، ولاحظنا إن هم نفس الضباط بتوع القوات الخاصة. وفعلا واحد من الضباط كسب بعد ما حبس نفسه أكتر من 7 دقايق، لكنه لما قام طرطش ميه على الاكل بتاع شيا اللي اتضايقت جدا وشدت معاه في الكلام. وبنعرف بقى ان الظابط ده اسمه مو، وكمان بنشوفه وهو بيحاول يهدي الدنيا معاها، لكن بعد شويه كلام بيجيله تليفون ان الوحده مستدعياه في مهمه مستعجله جدا. وفي نفس الوقت شيا هي كمان المستشفى بتتصل بيها وبيبلغوها ان هي لازم تحضر حالا علشان في تفجير حصل وفي اصابات كتير. فصاحبتنا اتحركت بسرعه جدا ووصلت للمستشفى، بس هناك استغربت جدا لما شافت ناس شكلهم مش صينيين ناقلين مصاب. ولما حاولت تتكلم معاهم فضلوا يتكلموا بلغة غريبة عنها، وساعتها طلبت منهم يقفوا لحد ما تتأكد من كل حاجة. بس في نفس الوقت ده وصلت مرات المصاب وبلغت أمن المستشفى إن جوزها مخطوف، وساعتها اكتشفنا إن دول كلهم عصابة، وهم بمجرد ما حسوا إن الدنيا هتتكهرب خطفوا اللي موجودين تحت تهديد السلاح، وكمان خلصوا على واحد من أمن المستشفى. وساعتها مو وصلوا زمايله للمستشفى واتبلغوا كمان بالوضع، وساعتها مو قال لهم هم يعملوا إيه بالظبط. وفعلا قدر مع زمايله إن هم يقتحموا المستشفى واشتبكوا مع العصابة، بس للأسف واحد من الضباط اتصاب إصابة خطيرة. فساعتها مو كان قلقان جدا، ولما شاف شيا افتكر الموقف اللي كان بينهم، بس ما كانش فيه وقت للكلام ده، وعلشان كده سألها لو تقدر تعالج الضابط اللي اتصاب. وفي الوقت ده شيا عرفته ان الضابط ده محتاج يدخل العمليات فورا. وفي اوضه العمليات شفنا الدكاتره وهم مستغربين ازاي الضابط ده لسه عايش، خصوصا لان الطلقه جت في قلبه، بس من حسن حظه انها ما اخترقتش عضله القلب. وفعلا بعد ساعات العمليه نجحت، ومو كان فرحان جدا ان زميله كويس. بس بعد شويه بدأ يشد في الكلام مع شيا وبلغها ان زميله كان هيموت بسببها وبسبب المستشفى بتاعتها، لكن شيا ما تقبلتش الكلام بتاعه وقالت له ان ده واجبه. وفضلوا متنشنين مع بعض في الكلام لدرجه ان مو ربطها بالبلطو بتاعها في عمود، ورجع مول الوحده بتاعته والقائد بتاعه اداله كلمتين بسبب اللي حصل في المستشفى. ورغم ان شيا حست انها خلصت اخيرا من مو، لكنها بمجرد ما وصلت لشقتها الجديده اللي اجرتها اتفاجئت اصلا انها بتاعت مو، وطبعا بالشكل ده بقت متاكده ان هو هيفضل قدامها طول الفتره اللي جايه. فشيا اتصلت بصاحبتها مي علشان تبلغها بالحوار كله، ومي فضلت تنصحها انها تتعامل بشكل طبيعي مع مو، ورغم انها مش طايقاه لكنها اضطرت تستسلم للامر الواقع وبدات تتعامل معاه كويس كمان. وفي يوم شيا لاحظت ان مو قلقان، ولما سالته عن السبب بلغها ان في طفل صغير غالي عليه جدا تعبان وطلب منها تروح معاه يشوفوه. ساعتها شيا وافقت ووصلوا بعدها للبيت، وشفنا مو وهو مركز قوي في صوره استنتجنا منها ان ابو الطفل شيا وكان زميله في القوات الخاصه. وبعد ما شيا اطمنت على جرح الطفل طمنتهم كلهم ان الدنيا تمام، وصاحبتنا بقت هي الدكتوره المسؤوله عن زميل مو المتصاب، لكنها كانت متضايقه جدا اصلا من صاحبنا، وده لانه باين قدام القائد بتاعها ان هو وشيا عارفين بعض، لكنها لما عاتبته قال لها ان هو راجل واضح ومش بيحب الحوارات. بس ده طبعا ما منعش البنات اللي معاها في المكان من الكلام عليها. وبنسيب بقى كل ده وبننتقل بالاحداث لجنوب الصين، وده علشان نشوف عصابه خطيره، وبنعرف ان نشاط العصابه دي متنوع، بس اخطر حاجه عندهم هي الهجمات الالكترونيه اللي بينفذوها عن طريق واحد مجهول اسمه القرصان، وكمان بيسرقوا من وراها مليارات. وشوفنا كمان زعيم العصابه دي وهو بيكلم شاب اسمه ران وبيبلغوا بكل اللي هم داخلين عليه. بس الغريب بقى ان ران بمجرد ما سمع اسم شيا وشه اتغير وكانه كان يعرفها قبل كده، والشرطه قررت تستعين بالجيش علشان يقبضوا على التشكيل ده لانه بقى خطير جدا. وعلشان كده تم اختيار الوحده بتاعه مول للهجوم على مكان مشتبه ان هو تبع العصابه. ولما وصلوا هناك اتضرب عليهم نار، لكنهم لما دخلوا اتفاجئوا بحاجه غريبه قوي، ان اللي في المكان كله اشخاص بتقنيه الهولوجرام، وكمان الاشخاص دي مش حقيقيه ولا حاجه. ومن جانب اخر بقى ام شيا اتصلت بشيا وبلغتها ان الولد تعب فجاه، وساعتها شيا قالت لها تجيبه لهم المستشفى حالا. وهناك شيا بعد ما عملت له الفحوصات المطلوبه عرفت ان الولد عنده مشكله في القلب، وغالبا كمان هيبقى محتاج عمليه. وطبعا الموضوع كان صدمه لامه، وفي نفس الوقت ممكن خلص مأموريه ورجع. ولما عرف الكلام ده فضل كالعاده يزعق لشيا وقال لها ان شيا زي الفل وسليم، لكن رئيس قسم القلب في المستشفى حاول يهديهم وقال لهم ان الحكايه عباره عن اجراء جراحي بسيط بس ضروري. ومن ناحيه تانية بقى ران وصل لنفس المدينه وقابل مي صاحبه شيا بالصدفه في المطار، ولاحظنا ان شنطهم كمان اتبدلت. وام شيا اتكلمت مع شيا واعتذرت لها عن نرفزه مو عليها، وعرفتها ان السبب في ده هو ان والد شيا كان غالي جدا عند مو، لحد ما في يوم من الايام وهم في مهمه والد شيا حياته انتهت وكانت مراته وقتها حامل في شياو. ونرجع بقى الران اللي اتقابل مع فرد تاني من العصابه، والزعيم كلمهم فيديو كول علشان يتاكد ان هم مع بعض، وبعدها بلغهم بالمهام اللي هينفذوها قريب. وران قابل شيا كمان اللي فضلت تفتكر ذكرياتهم سوا، وعرفنا ان ران حاول زمان يرتبط بيها بس ابوها ما
ما كانش موافق. وصاحبتنا اتقابلت مع مي وحكت لها اللي حصل. وبعد شويه وصل ران للمكان، ولاحظنا من نظرات مي انها كانت معجبه بيه لكنه كان منفض لها. وشيا خلعت من المكان بسرعه وما كانتش حابه تتكلم مع ران ولا تشوفه. وشياو بقى كان بيستعد علشان يدخل العمليات. وصاحبتنا كانت عشمانه ان رئيس القسم هيخليها هي المسؤوله عن الحاله، بس لانها كانت سرحانه ومش مركزه في البرزنتيشن اللي قبل العمليه، فرئيس القسم قرر ان الدكتوره غيرها هي اللي هتبقى المساعده بتاعتها. وفي نفس الوقت مو كان جايب اخره في التدريبات، خصوصا بقى لما عرف من القياده ان هو هيتكلف قريب بمهمه خطيره. وبدات العمليه فعلا، وشيا كانت زعلانه جدا انها مش واحده من الطاقم، بس في نفس الوقت كانت متفهمه ان رئيس القسم ما اختارهاش علشان عدم تركيزها، واللي كان السبب بتاعه هو تفكيرها في الموقف بتاع ران. ومو زمايله وصلوا للمكان اللي المفروض ان هم هيقتحموه، وبداوا فعلا ينفذوا الهجوم بمنتهى القوه. ولانهم كانوا عاملين محاكاه لنفس المكان اللي بيهاجموه فكل حاجه كانت واضحه قدامهم. بس للاسف وهم بينسحبوا من المكان اكتشفوا ان في واحد من زمايلهم متصاب، وساعتها مو بكل شجاعه شاله وخرج بيه من المكان. وفي المستشفى عمليه شياو كانت ماشيه تمام، بس للاسف في النهايه ما نجحتش، وده لان الحكايه كانت دقيقه جدا ومش بالبساطه اللي الدكاتره كانوا بيقولوها. ومو كان متردد جدا وخايف يتصل بشيا علشان ما يسمعش خبر يوجعه، لكنه قرر في النهايه يعمل كده. ولما عرف ان العمليه فشلت زعل جدا. وشيا كانت متاثره كمان وقالت له انها ما تعرفش السبب في اللي حصل، وعرفته انها اتكلمت مع رئيس القسم اللي عرفها ان شياو لازم يدخل عمليات تاني. فمو هو كمان حكى لها شويه حاجات عن الاقتحام بتاعه. وبعد يوم الشغل شيا قررت تزور مي، وهناك اتصدمت لما شافت الكارت بتاع ران. ولاحظنا ان مي حورت عليها وقالت لها ان ران ساب الكارت علشان يعرف اخبار شيا منها، مع ان مي هي اللي جمعت الكارت بعد ما كانت قطعته لانها معجبه بران. وشيا رغم صدمتها من الموقف لكنها ما شغلتش بالها غير بكلمه واحده بس على الكارت، وده لانها عرفت ان ران بقى صاحب شركه كبيره جدا للتصميمات 3D. وساعتها شيا ربطت الاحداث ببعض وفكرت في حاجه ما خطرتش على بال حد خالص. وبعدها راحت تتكلم مع رئيس القسم وبلغته ان بعد تفكير طويل بقت متاكده ان الجراحه فشلت بسبب ان القلب قدامهم 2D بس، وده معناه ان لو توفر مجسم 3D كل حاجه هتتحل واحتماليه نجاح العمليه هتعلى جدا. ورغم ان الكلام يبان غريب لكن رئيس قسم القلب وعدها يفكر في الموضوع. وشيا وقتها استاذنته انها تعمل اجتماع تحت اشرافه مع باقي دكاتره القسم، وبدات تشرح لهم وجهه نظرها ومعظمهم رحب بالموضوع. ولما قابلت مو بلغته بالموضوع، ورغم قلقه لكنها فضلت تطمنه ووعدته ان شياو يكون افضل حاجه. والعمليه بدات فعلا، ورئيس القسم كان قلقان جدا وخايف كمان ان العمليه تفشل مره تانية، خصوصا بقى ان لو ده حصل هيبقى خطر على حياه شياو. لكن شيا اتحايلت عليه يكمل العمليه وهو فعلا عمل كده، والعمليه المره دي نجحت. وام شياو كانت طايره من الفرحه لما عرفت بنجاح العمليه، ومو كمان كان فرحان جدا. ورام بعد العمليه زار شيا في المستشفى علشان يطمن عليها وسالها عن العمليه، فشيا شكرته جدا على التصميم وعرفته ان كل حاجه مشت كويس في العمليه. بس وهو خارج شاف مو قدامه وفضل مركز فيه وكانه اصلا موجود في المدينه دي مخصوص علشانه. ومو وصل بعدها بشويه واطمن عليها وسالها عن السبب اللي خلاها ما رجعتش البيت عنده من اخر مره شدوا فيها مع بعض، لكنه لاحظ انها مقموصه وعرفته انها بتدور على شقه ايجار. وفجاه وهما بيتكلموا شيا جالها تليفون وعرفت ان في واحد من اكتر الدكاتره اللي درسوا لها كانت بتحبه جدا اتوفى، بس لان الكلام ده حصل في مدينه تانية مو قرر يوصلها. وبعد ما مو وصلها للمطار لاحظنا ان رام بيراقب كل حاجه ومتضايق جدا. وصاحبتنا بدات تحب وجود مو في حياتها وبعتت له رساله شكرته فيها على جدعنته معاها. ولما مو بعت لها اد على ابلكيشن تواصل اجتماعي شيا قبلته، وكمان وصلت للمكان اللي كانت عاوزاه وراحت زارت امها وفضلوا يتكلموا كتير. وبعد ما خلصت السفريه رجعت تاني، بس المره دي رجعت بيت مو اللي كان وحشها وعملت نفسها جايه تشوف القط بتاعها، بس دي كانت حجه طبعا. وصاحبتنا قعدت مع مو حاولت تبان تقيله وتفهمه انها ما رجعتش علشانه ولا حاجه، لكن مو كان قاطع عليها طبعا. وبعد كده فضلوا يتكلموا كتير في كل حاجه حصلت الفتره اللي فاتت. ومن جانب اخر مي في الوقت ده كانت بتتواصل مع ران وبعتت له رسائل على الارقام اللي كانت على الكارت بتاعه، لكن ران طول الوقت كان منفض لها على الاخر ومش مهتم غير بشيا. وبدات صاحبتنا مع الوقت تاخد على مو، بقت بترغي معاه كتير ومصدعاه. وبعد فتره تم انتدابها في المستشفى بتاعتها علشان تبقى طبيبه عسكريه، وبالصدفه بقت موجوده في نفس المكان اللي مو بيخدم فيه. وفي يوم مو كان عنده رمايه وشيا لاحظت قد ايه زمايله بيتكلموا عنه كويس وعن مستواه في النشان. وفعلا مو قدر يصيب كل الاهداف اللي كانت مطلوبه منه وكل حاجه كانت تمام، بس في نهايه اليوم اتجرح جرح مش خطير. وحسينا ان شيا كانت صدقت ان ده حصل، وعلشان كده بمجرد ما روحوا البيت عالجت الجرح وطمنته ان الموضوع بسيط. وبداوا بعدها يدخلوا شويه شويه في فتره الاستهبال. وحتى مو اللي كانت مشاعره دايما هاديه وبارده بدا يحب وجودها، وبدا كمان يغير من ران لكنه كان متعمد دايما ما يبينش ده. وفي يوم مو راح يوصلها الشغل بس ران ظهر فجاه وطلب منها تنزل من العربيه علشان عاوز يتكلم معاها. وبمجرد ما نزلت مو مشى من المكان وسابهم. ولاحظنا ان ران بيحاول على قد ما يقدر انه يوريها هو قد ايه مهتم بيها وكمان مخلي باله من كل التفاصيل، لكن قلبها ما كانش مايل غير لمو. ومن جانب اخر بقى
بقى رغم ان مي كانت شايفه قد ايه ران بيجري ورا شيا، بس هي قررت تفضل لازقاله، وعلشان كده كانت بتنطله في اي مكان يروحه، وهو كان سايبها موجوده من باب التسليه يعني وكده. وعرفنا ان ران كان مكلف حد من رجالته يراقب مو ويجمع عنه كل المعلومات اللي يقدر عليها كمان. وفي يوم الشخص ده اتصل بران وبلغه ان مو ضابط في القوات الخاصه بتاعه الجيش الصيني. وقتها لاحظنا ان ران اتضايق جدا وربط كل الاحداث ببعضها، واتاكد ان مو هو اللي كان راكب العربيه مع شيا وقت ما قابلهم. بس بعدها فجاه جات له ازمه قلبيه ووقع على الارض واتنقل للمستشفى، وشيا ما كانتش تعرف اي حاجه عن الكلام ده، ولاحظت ان مو نفسيته متاثره وتعبانه في الفتره دي. وقبل ما تساله لاحظنا ان هو بقى حابب يتكلم معاها، وفضل يحكي لها كتير عن والد شياو، وقال لها ان رغم موته من اكتر من 8 سنين لكنه مش قادر يتخطى المرحله دي، ولا قادر يصدق ان صاحبه خلاص مش هيبقى في حياته مره تانية. وعرفنا كمان من كلام مو ان والد شياو كان ضابط اقدم منه في القوات الخاصه، ويعتبر كمان القائد المباشر بتاعه، لكن ما كانش في بينهم غير الحب والتقدير، خصوصا ان مستواهم هما الاتنين كانوا قريب من بعض جدا، وكانوا يعتبروا اقوى اتنين في القوات الخاصه. وعلشان كده المنافسه بينهم دايما كانت شرسه، سواء بقى في تمارين الرياضه او في النشان والمداهمات. ورغم ان شيا كانت فرحانه جدا ان مو بقى بيحب الكلام معاها لدرجه انه بيحكي لها اللي مزعله، لكنها اتاثرت برضه لما شافت كميه المشاعر اللي في قلبه ناحيه صاحبه، علشان كده فضلت تواسيه. ونرجع بقى الران اللي انتقل للمستشفى، والدكاتره بداوا يعملوا له الاسعافات المطلوبه، واتفاجئوا ان الموضوع خطير جدا لان عضله القلب فيها مشكله. وبالصدفه ران كان موجود في نفس المستشفى اللي شيا بتشتغل فيها، ولما رئيس قسم القلب دخل يطمن على حالته لقاه نايم، بس الغريب ان هو كان عمال يقول اسم شيا. ومي وصلت للمستشفى وسالت الدكاتره عن حاله ران علشان تطمن عليه، فرئيس القسم طمنها ان الموضوع مش خطير قوي، وعرفها ان سبب كل اللي ران فيه هو التوتر العاطفي. ومو فضل يتكلم كتير مع شيا لحد ما غلبه النوم، وساعتها شيا وصلته لحد السرير وسابته ينام. والتاني يوم مو لما صحى من النوم اكتشف ان شيا مش موجوده في البيت وراحت شغلها، بس اخد باله انها نسيت التليفون بتاعها، وعلشان كده راح لها المستشفى يوصله لها. وهناك شاف ران وهو بيتكلم مع شيا بانفعال، وعلشان كده شيا قربت منه وطلبت منه يهدى، بس مو لما شاف المنظر ده اعتقد ان شيا بتحضنه، ومع ذلك ما قالهاش ان هو شاف اي حاجه. ولما شافها اداها التليفون ومشى. وشياو فضل في المستشفى، ومو كان بيزوره كل يوم تقريبا علشان يطمن عليه. هو لاحظنا بقى ان شياو بيحب مو جدا ومعتبره مكان ابوه اللي مات، وفي نفس الوقت مو كان متعلق بشياو ومعتبره من ريحه صاحبه اللي مات فعلا. بس اخدنا بالنا ان شياو زي معظم الاطفال مش بيحب الدكتوره المسؤوله عن حالته، وعلشان كده علاقته بشيا ما كانتش افضل حاجه. لكن شيا كانت مقدره الموضوع واتكلمت معاه وقالت له ان المرحله الصعبه عدت خلاص، ووعدته ان الفتره اللي جايه مش هيكون فيها اي الم. وشيا مع الوقت كانت عاوزه تعرف لو مو بيحبها ولا كل اللي بيحصل ده شويه اعجاب وتعود بس، وعلشان كده حبت تعمل له كمين، واتفقت مع شياو انها هتجيب ورد وتخلي شياو يبلغ امه ان مو هو اللي جاب لها الورد ده. وفعلا شياو التزم بالخطه وراح ادى الورد لامه، لكنها قالت له ان هو بقى كبير ولازم يبقى فاهم ان مو مش هيتجوزها ولا حاجه، وانه بيخلي باله منهم علشان خاطر ابوهم كان صاحبه مش اكتر. فشيا كانت واقفه بتراقب كل حاجه واتبسطت جدا، وده خصوصا لما لاحظت ان مو فعلا مش بيحب ام شياو ولا حاجه. لكن مو لما شافها اتنرفز عليها جدا وفضل يزعق لها، بس لما اتقمصت ومشيت من المكان حاول يلحقها لكنها بدات تجري ورجلها اتلوت. ورئيس القسم عالجها لانها ما كانتش قادره تمشي، ومو قرر يعمل حته رومانسيه كده وشالها روحها. وبعد كام يوم شفنا شيا وهي راكبه العربيه مع مو وراحت معاه المعسكر، ومن حظ صاحبنا المنيل ان قائد المعسكر كان موجود، ولما شاف شيا معاه في العربيه استغرب جدا وساله عنها، بس مو قدر يخلع من الحوار بصنعه لطافه، وقال له ان شيا واحده من اكتر الدكاتره اللي انقذوا الجنود وضباط القوات الخاصه. ومن جانب اخر بقى العصابه في الوقت ده ما كانوش ناسيين مهمتهم، وعلشان كده بعتوا 2 منهم لبيت مو، وواحد منهم كان مهمته المراقبه بره البيت والتاني كانت مهمته الاقتحام. وبداوا المهمه فعلا، ولاحظنا ان اللي دخل البيت سرق كتاب من مكتبه مو، وبعدها كان عاوز يفك علب الكهرباء اللي في الحيطه، لكن زميله اللي بره بلغه ان مو رجع، واعتقدنا بقى ان مو هيقدر يمسكه، لكنه لما دخل البيت لقاه فاضي، بس لفت نظره ان الشباك كان مفتوح، وساعتها استنتج ان في حد كان في البيت لكنه ما قدرش يوصل لاي حاجه. والشرطه وصلت بيت صاحبنا وبداوا يحققوا في الموضوع بشكل اكبر، والمحقق فضل يساله لو كان نسى اي شباك او بلكونه مفتوحين قبل ما ينزل، بس صاحبنا ما كانش مركز في الموضوع قوي، وعلشان كده قال للمحقق في النهايه ان هو مش فاكر لو ده حصل. ووقتها الموضوع اتقفل، لكن مو فضل طبعا يفكر في كل حاجه حصلت، وده علشان يحاول يعرف مين اللي عمل كده. وران خرج من المستشفى وصحته بقت افضل بكتير، لكننا لاحظنا ان زميله اللي جه معاه المدينه متضايق منه جدا، وعمال يقول له ان هو بيلوش وان هم المفروض مش في المدينه علشان يجروا ورا شيا. بس ران اتنرفز عليه وقال له ما ينساش نفسه، وفضل ياكد له ان هو عارف كويس هو بيعمل ايه. ولاحظنا ان الشرطه في الوقت ده كانت مركزه جدا، وده علشان تقدر توصل لاي دليل يقبضوا بيه على المنظمه اللي عماله تسرق من كل مكان. والعلاقه مع الوقت بين صحابنا بقت احسن بكتير، ومو بقى حابب وجودها طول الوقت، وهي كمان بدات تحبه وتتعلق بيه. وطبعا الظباط زمايل مو لما لاحظوا الموضوع ده فضلوا يحفلوا عليه في الرايحه والجايه، يا بتاع شيا يا بتاع شيا ومش راحمينه. وصاحبتنا
صاحبتنا عرفت ان مو عاوز يبعت صورتها لامه، وساعتها اتوترت جدا واتخضت لما شافت الصوره اللي مو كان هيبعتها، لانها شكلها في الصوره كان بشع جدا، وعلشان كده جابت كل ادوات التصوير اللي عندها وبدات تتصور صور كتير مع مو. الصوره فعلا كانت احلى من الصور القديمه، ومو كان معظم عمره عايش حياه الضابط والدنيا معاه في الجد دايما، والعمليه كلها انضباط طوابير وضرب نار، وعلشان كده جو الحب والمشاعر ده كان غريب عليه جدا. بس الاغرب بقى ان هو مع الوقت بدا يفكر كتير في شيا، وبقى حاسس ان هو مش قادر يستغنى عن وجودها في يومه، بس لان الشغل شغل. لما شيا رجلها اتحسنت مو اخدها المعسكر على طول علشان تتدرب، ولما قالت له انها دكتوره فكرها ان هي في فتره انتداب مع الجيش ولازم لياقتها تبقى زي لياقه الجنود علشان تقدر تأدي دورها في المعارك. وفي يوم مو عرف ان في مأموريه خطيره جدا مع القوات الخاصه هتخرج بقيادته، لكن المره دي اتعمد ما يعرفش شيا وده لانه خايف عليها. ولكن لما صاحبتنا اكتشفت الموضوع طلعت تجري من اوضتها، ولما شافته بعد ما اتحرك بالعربيه ادت له التحيه وفضلت تقول له بصوت عالي يخلي باله من نفسه. ومن جانب اخر بقى مي كانت لسه زي ما هي عماله تحاول مع ران اللي كان كالعاده مطنشها خالص، وعمال يدور على اي طريقه يخلي شيا توافق بيها انها تخرج معاه لحد ما راح لها الشغل في يوم. ولما هي عرفته ان ما عندهاش وقت جاب كرسي وقعد جنبها وعرفها ان هو هيستناها لاخر اليوم علشان تخرج معاه. خنزره يعني. وشيا في النهايه قررت تخلص من زنه وتخرج معاه، وعلشان كده وافقت يتعشوا سوا. وفضل ران يفكرها بذكرياتهم اللي عرفنا من خلالها ان هم كانوا اصحاب من ايام المدرسه، بس شيا كلامها كان واضح وعرفته ان هي مش هترتبط بيه، وطلبت منه يطلع الفكره دي من دماغه خالص. فران قال لها ان هو مش معترض على الكلام ده، وكل اللي هو طالبه منها انها بس تديله فرصه يثبت لها هو قد ايه بيحبها. وبدا في الفتره اللي بعدها يهتم بكل تفاصيلها ويبعت لها هدايا وكمان المشروبات والاكل اللي هي بتحبهم في مكان شغلها. وعرفنا كمان ان الراجل اللي اقتحم بيت مو كان تبع ران، والمفاجاه ان هو زرع ادوات تجسس جوه البيت خلت ران سامع شيا طول اليوم بتقول ايه. وفي يوم من الايام الوحده بتاعت مو كانت طالعه مأموريه، وفجاه السواق بتاع الباص حصلت له ازمه قلبيه، ورغم ان شيا لسه دكتوره صغيره وخبرتها مش افضل حاجه لكنها قدرت بمنتهى المهاره تعمل تدخل جراحي سريع، وده خلى الراجل بقى كويس والمأموريه كملت. ومو شكرها كتير لما رجعوا المعسكر، وساعتها شيا قالت له ان ده واجبها، وكمان ادت له علبه برشام مهدئ وقالت له انها هتساعده ينام، خصوصا انها ملاحظه ان تفكيره في صاحبه اللي مات مخلي عنده ارق طول الفتره اللي فاتت. وبعد فتره خرجت شيا في مأموريه مع مو، وكانت رايحه كدكتوره مسؤوله عن الجنود والضباط، بس المشكله ان الجو كان صعب جدا والدنيا حرفيا مش بتبطل شتاء، ومع الوقت بدات تظهر اعراض برد على الجنود، وكمان عدد كبير منهم حرارته عاليه. وساعتها شيا قدرت تنفذ دورها بمنتهى المهاره، واول حاجه عملتها بعد ما اتاكدت ان الموضوع معدي هي انها عملت اوض عزل صغيره وحطت كل حاله بعيده عن التانيه، وطبعا كلهم كانوا بعيد عن زمايلهم. ومو كان قلقان جدا على رجالته واتكلم مع شيا علشان يطمن منها على الوضع. وقتها شيا استغربت شويه لانها اول مره تشوفه خايف، لكنه حكى لها عن صعوبه الايام اللي صاحبه مات فيها، وقال لها ان هو مش مستحمل فكره ان هو يفقد حد من رجالته تاني. والقياده بعد كده بعتت لمو ان شيا لازم ترجع المستشفى. وبعد ما المأموريه كلها خلصت شيا رجعت تعيش معاه في البيت، ومو لاحظ ان البرشام اللي شيا ادته له غريب شويه وما كانش عارف السبب، بس ما اداش اهتمام كبير للموضوع ولا حتى اتكلم فيه مع شيا، وبقى متعود كل يوم يقعد يتكلم معاها وقت طويل ويهزروا ويحكوا ذكرياتهم. وفي يوم شيا اتكلمت معاه عن ران وفهمته ان هي مش بتحبه ولا اي حاجه، وان ران هو اللي بيجري وراها كمان من سنين. ومكتشف بعد كده ان في كتاب اختفى من المكتبه بتاعته، لكنه قال لنفسه ان هو ممكن نساه في اي مكان او اي حاجه. وران كل ده كان سامع كل حاجه بتحصل يوميا في بيت مو، ومستني يشوف خطوته اللي جايه هتكون ايه. والصاحب ران رجع مره تانية المدينه بتاعتهم، ولما قابل زعيم العصابه قال له ان ران بيضيع وقت ومش شاغل باله بالمهمه الاساسيه وعمال يلف ورا شيا. وساعتها زعيم العصابه اتصل بران فيديو كول وفضل يزعق له وقال له ما تنساش ان مهمتنا هو ابو شيا مش البنت نفسها. واستنتجنا وقتها من كلامه ان العصابه مستهدفه والد شيا لسبب مجهول. وفي يوم صاحبنا راح يزور شيا ويطمن عليه، واستغرب لما لقى الدكتور مدير شيا موجود هناك، بس مو وقتها لاحظ بصنعه لطافه كده ان الدكتور معجب بوالده شيا وبيحاول يقرب منها، لكنه لما لاحظ انها مش متضايقه قرر ما يتدخلش ويسيب الامور تمشي. وتاني يوم شيا شافت منظر غريب جدا، وده لما شافت المساعد بتاع رئيس القسم بيديله نفس علبه الدواء اللي هي اصلا كانت مدياها لمو. وطبعا اتضايقت جدا وحست ان مو مش واثق فيها لانه مدي الدواء للدكتور علشان يحلله. ولما شافته فضلت تحاتبه، لكن مو حاول يهديها وقال لها ان هو شاكك في حاجه تانية خالص وواثق فيها، بس هي رفضت تسمع ومشيت. ولما حكت اللي حصل ده لمي، وقتها مي قالت لها ان هي مخبيه عليها حاجه مهمه، وهي انها اصلا بدلت علبه الدواء اللي فيها فيتامينات ومواد طبيعيه بتساعد على النوم لدواء تاني فيه مخدر وممكن يعمل مشاكل صحيه خطيره على المدى البعيد. فشيا اتضايقت منها جدا وفضلت تزعق لها، بس مي قالت لها انها ما كانتش تقصد ولا كانت عارفه انها هتدي الدواء ده لمو. ولما شيا سالتها مين اللي اداها الدواء ده، اساسا مي اعترفت لها وقالت لها انها مخبيه عليها طول الوقت وعرفتها بعلاقتها مع ران. فشيا اتنرفزت جدا بعد اللي حصل وقررت انها تطلع النرفزه دي على مو، وعلشان كده راحت له البيت وقالت له
له انها خلاص مش عاوزاه تعيش معاه تاني. وشوفنا ران في الوقت ده وهو بيخطط علشان يخلص على مو، وقدر يصنع مسدس صغير كده مستحيل حد يقدر يكشفه، وبدأ يحط خطته فعلا علشان ينفذ. وفي نفس الوقت الشرطة قدرت توصل لمعلومات مهمة عن العصابة، وعرفوا ان نشاطهم مش بس القرصنة الإلكترونية، لكنهم كمان بيتاجروا في المخدرات وحاجات تانية كتير. اي حاجة سكتها شمال هتلاقيهم بيتاجروا فيها. والدكتور اتصل بمو وعرفه ان الدواء اللي معاه مش خطير جدا، لكن على المدى البعيد ممكن يعمل له مشاكل، وقال له معلومة مهمة، وهي ان الدواء غالبا مصنوع في شركة بتدعم تقنية ال3D، وده لان تصميم الاعشاب اللي مصنوع منها الدواء معمول بطريقة مستحيل شركة تانية تعرف تعملها. فمو ربط الاحداث ببعضها وافتكر ان شيا كلمته عن ران وعرفته ان هو عنده شركة للتصميمات 3D. وساعتها حس ان ران هو طرف الخيط وقرر يبلغ القيادة بكل المعلومات اللي عنده. والقيادة بلغت الشرطة، والشرطة طلبت منهم يخرجوا فرقة قوات خاصة يساعدوهم في المهمة. وفعلا الفرقة بتاعت مو تم اختيارها، وبدأوا يجمعوا معلومات عن التحركات بتاعت ران، وعرف ان عنده مقابلة مهمة في فندق. والغريب ان والد شيا كان رايح نفس الفندق ده، وده علشان يقول كلمة في نفس وقت وجود ران. وقائد فرقة القوات الخاصة بدأ يوزع المهام على مو زمايله، وعرفهم مكان ومهمة كل واحد منهم. بس زي ما الشرطة والجيش كانوا جاهزين، ران هو كمان كان عنده استعداداته. وشفناه وهو بيتواصل مع القناص اللي تبعه علشان يخليه موجود في مكان يكشف كل الفندق. وبعد شوية الضباط المسؤولين عن تأمين البدروم بتاع الفندق حسوا انه في حركة غريبة في الجراج، ولما دخلوا يطمنوا اتفاجئوا بعربية فيها 2 من العصابة، لكنهم بدأوا يطاردوهم وقدروا يقبضوا على واحد منهم. بس اللي كان سايق العربية أنهى حياته. ومو حس ان في حاجة غريبة بتحصل، وطلب من زميله اللي بيراقب ران ما ينزلش عينه من عليه، واتحرك هو علشان يشوف الدنيا بره ماشية ازاي. لكنه قابل واحد من افراد العصابة ودارت بينهم معركة قوية جدا. ولما بقوا في مرمى القناص بدأ يضرب عليهم نار. وساعتها مو بلغ زمايله ان في قناص موجود في الفندق، لكن القناص بمجرد ما عرف ان مكانه اتكشف قرر يهرب بسرعة من المكان. وبنت عمه مو كانت شابة صغيرة كده ومطرقعة في نفسها، وجات له من مدينة تانية علشان تقعد معاه. ولما شافته فضلت تعيط وتتشال وتتهبد، وده علشان هو ما كانش مستنيها في الفندق رغم ان بعت لها شيا تستناها. والشرطة قبضت على ران وقالوا له ان هو مشتبه فيه. وساعتها ران اتعامل مع الموضوع بمنتهى الهدوء، ومي راحت تزوره وفضلت تطمنه، واستغربت لما حضنها وقال لها ان هو مش قلقان. بس الاغرب بقى ان الشرطة لما قفشته ما لقوش معاه اي حاجة. ومي اتفاجئت وهي بتدي قلم للظابط علشان يقفل المحضر ان المسدس اللي في شنطتها هي. وساعتها عرفت ان ران بيستغلها وانها مش فارقة معاه، واكبر دليل على كده ان هو كان هيوديها في داهية. وبنت عمه مو فضلت تزن، وشيا لما قابلت مو عرفته انها استنت بنت عمه، لكنها هي اللي مشاغبة وسابتها ومشيت. واصحابنا الاتنين فضلوا يتعاتبوا شوية علشان مش هي وسابت البيت، لكنها قالت لمو انها ما اخدتش القرار ده غير لما هو فقد ثقته فيها، واختار ان هو يحلل الدواء اللي كانت مديهوله. ومي بعد ما اكتشفت وقحت ران واجهته باللي حصل، لكنه فضل يحاور عليها في الكلام وقال لها ان هو كان مضطر. والشرطة مسكت فرد العصابة اللي قبضوا عليه وفضلوا يحققوا معاه بمنتهى الشدة، وحاولوا ياخدوا منه المعلومات اللي يقدروا عليها، لكنه قال لهم ان هو متورط وما يعرفش اي حاجة عن طبيعة العملية. وكل الحكاية ان هو كان بينفذ تعليمات جات له من شخص مجهول. وقائد القوات الخاصة استدعى مو في مكتبه، وقال له ان القيادة انتدبته علشان يمثل القوات الخاصة في بطولة على مستوى الجيوش، وقال له كمان ان هو واثق في نجاحه هو ورجالته. وزعيم العصابة بدأ يجيب اخره من مو اللي طالع لهم في كل حاجة ومبوظ لهم معظم الخطط بتاعتهم. وام شيا وعلاقتها مع الوقت اتحسنت جدا برئيس قسم القلب اللي في المستشفى، وكانت ممتنة جدا لانه من اهم الاسباب في نجاح عملية ابنها. بس الحقيقة ان كان في بينهم اعجاب متبادل، وعلشان كده الدكتور اللي عرفنا ان اسمه جانج بدأ يفتح لها الطريق وبدأوا يتقابلوا كتير. ومن جانب اخر مو بدأ يدرب رجالته، والموضوع كان اصعب بكتير من التدريبات العادية، خصوصا ان تعليمات القيادة كانت ان التدريبات تبقى مكثفة وفي منتهى الصعوبة. بس مو كان مسيطر على الوضع وقدر يخلي كل المقاتلين روحهم المعنوية عالية، وكانوا بينفذوا التدريبات بمنتهى الاتقان، وكلهم مستواهم مع الوقت بقى عالي جدا. وصاحبتنا كانت في المستشفى وكانت بتجتهد جدا في شغلها وبتحاول كل يوم تتعلم من خبرة دكتور جانج. وبدأت البطولة بتاعة الجيوش وشوفنا فرق قوات خاصة من جيوش مختلفة، لكن رجالة مو قدموا ملحمة وقدروا يكسبوا بعد منافسة قوية ضد باقي الفرق اللي كانت موجودة. وعلم الصين اترفع وكل الضباط وجنود القوات الخاصة كانوا فرحانين جدا. وفي نفس الفترة دي حالة من الحالات اللي كانت في المستشفى توفت، ووقتها شيا كانت أول مرة تشوف دكتور جانج بالحالة دي، وده لأنه كان بيعيط وعمال يقول إن هو مقصر ومهما عمل فهو المسؤول عن موت الحالة. فشيا وقتها فضلت تواسيه وقالت له إن ده قدر، وإن هو عمل كل اللي عليه وطلبت منه يهدى كمان. وفي يوم صاحبنا كان سهران مع ضباط القوات الخاصة بتوع الجيوش المنافسة، وفضلوا يتكلموا مع بعض كتير. بس فجأة شوية شباب من العصابة دماغهم سوحتهم يضربوا مو، وعلشان كده قام عمل معاهم فوق الصح والزيادة. بس المشكلة إن هم كانوا منتشرين في كل مكان وبدأوا يضربوا عليه نار. وساعتها شفنا موقف شهم من ضباط القوات الخاصة بتوع الجيش المنافس اللي اتحرك من مكانه واستخدم سلاحه وخلص على أفراد العصابة. ومو صاحبنا رجع المعسكر مرة تانية، والقائد شكره على مستواه هو وزمايله في البطولة، لكن بعدها بدأ يسأله عن تفاصيل كل اللي حصل خناقة. ورام بدأ يستخدم تقنية ال3D وقدر يعمل مجسم بالهولو
هولوجرام لشيا، وده وقت ما كانت زميلته في المدرسه بحيث يبقى شايفها طول الوقت، لكنه لما قابلها وطلب منها يخرجوا مع بعض وقتها شيا رفضت. وصاحبتنا مع الوقت بدات تتضايق من وجود بنت عم مو اللي عرفنا ان اسمها ليانج، وده بسبب تصرفاتها الطايشه والاغاني المزعجه اللي كانت بتفضل تشغلها طول اليوم. وفي يوم من الايام شيا صاحبتنا حست انها جابت اخرها، وعلشان كده فضلت تتصل كتير بمو علشان تقول له يجي يشوف بنت عمه وعمايلها، لكن مو في اليوم ده كان مشغول وعنده مأمورية مهمة، وعلشان كده معرفش يرد على التليفون اصلا. وفي نهاية اليوم لما شاف المكالمات بتاع شيا اتصل بيها، بس قبل ما تتنرفز عليه اتفاجئت ان هو حاطط لها كريس في البلكونة بطريقة رومانسية لانه عارف انها بتحبه. وساعتها شيا نسيت انها كانت متصلة ليه اصلا، وفرحت جدا بالكريس وشكرته. ومع مرور الوقت المعسكر كله تقريبا بقى بيتكلم عن علاقة مو وشيا، وده رغم ان هم ما قالوش اي حاجة لزمايلهم، بس طبعا كل حاجة كانت باينة ومفضوحة. وإيران حب يمسك العصاية من النص في كل حاجة، وعلشان كده حافظ على ان علاقته تكون كويسة بابو شيا وامها، وكمان في نفس الوقت بيقابل مي وبيحاول يثبت لها ان هو بيحبها فعلا، وان كل اللي حصل الفترة اللي فاتت دي كان مجرد سوء تفاهم. وشيا عرفت ان مو عنده مأمورية خطيرة جدا، لكن المرة دي صممت تطلع معاه المأمورية، ولما بلغت قائد المعسكر وافق. وساعتها بنعرف ان الشرطة لقت سواق العربية اللي كان سايق للعصابة، وطبعا لانهم اعتقدوا اصلا ان هو اللي اذى نفسه ما شغلوش بالهم بيه، بس لما لقوه عايش اهتموا بالموضوع، وعلشان كده بعتوا قوة بقيادة مول المكان. بس الشخص المصاب اللي هناك قال لهم ان هو مش تبع العصابة ولا حاجة، وانه كان مخطوف وما عندوش اي فكرة عن النشاط الاجرامي للعصابة. فمو صاحبنا وقتها قرر يتصرف بعقل، وعلشان كده طلب من شيا تكشف عليه، خصوصا لان حالته كانت صعبة جدا. فشيا فعلا نفذت شغلها وكشفت عليه وبلغت مو ان هو محتاج تدخل جراحي، وساعتها بسبب سوء الجو اضطروا يدخلوه جوه قارب مطاطي. وشيا بدأت تشوف شغلها والمشتبه فيه فعلا حالته اتحسنت. وبعد ما شيا خلصت شغلها قعدت مع صاحبنا، وكانت خلاص هتعترف له انها بتحبه، بس طبعا لازم اللحظه تبوظ كالعاده يعني. وعلشان كده واحد من الضباط جه يتكلم مع مو بلغه ان هو عاوزه ضروري، فصاحبنا اضطر يسيب المحن اللي كان عايش فيه وراح مع الضابط. وشيا لما مو اتاخر راحت في النوم، والتاني يوم صحيت على صوت دوشه، واتفاجئت ان المشتبه فيه اللي قبضوا عليه بيحاول يهرب. وساعتها الضباط طبعا اتاكدوا ان هو تبع العصابه وكان بيحور عليهم، فشيا اتصرفت في الموضوع وحقنته بمخدر خلاه ينام على طول. وبعد ما المأموريه خلصت وشيا ومو رجعوا المعسكر، شيا ادت له برطمان مربى من الكريز اللي كان سايبه لها، وليانج برضه كانت لسه مكمله في طرقعتها. ولما مو قرر يعاقبها وياخد منها التليفون علشان تبطل تشغل الاغاني المزعجه بتاعتها، كملت في جنانها وراحت للمعسكر بتاعه. وساعتها الامن وقفها طبعا، لكن مو خرج بسرعه وخلص القصه. بس لما دخل بيها المكتب فضل يزعق لها وهزقها كمان، لان ده مكان جيش والمفروض مفيش مدنيين يتواجدوا فيه اصلا. وظابط الشرطه المسؤول عن تامين الفرد المشتبه فيه بتاع العصابه صحي من النوم فجاه، واكتشف ان هو كان فاقد وعيه، والمصيبه ان المشتبه فيه هرب. وعرفنا اهميه الفرد ده لانه الوحيد هو والتاني اللي عارفين المخبأ السري للعصابه بتخبي فيه المخدرات. وطبعا المشتبه فيه هرب لانه معتقد ان العصابه مشغولين عن المخدرات، وعلشان كده كان حابب ياخدها لحسابه. لكن ران سبقه ووصل لزميله اللي كان عارف مكان المخدرات، وفضل يعذبه كتير علشان يعترف بالمكان. فشيا ربطت كل الاحداث دي ببعض وحست انها تقدر توصل للمكان بتاع المخدرات، وعلشان كده اتحركت على هناك بسرعه. لكن قبل ما توصل هي والشرطه شفنا ران وهو مكمل تعذيب في فرد العصابه. بس سمعنا كلام خطير جدا من الفرد ده ران لما قال له ان الزعيم بيخطط يعمل فيه زي ما عمل في ابوه، وعرفنا ساعتها ان الزعيم هو اللي خلص على ابو ران زمان، واكبر صاحبنا يشتغل معاه لانه بيهدده هيخلص على امه. لكن المساعد بتاع ران لما لقى الراجل بيهرتل في الكلام خلص عليه بنفسه. والشرطه وصلت وشيا كانت متاخره عنهم بشويه، بس الغريب ان ران لما لمحها فضل يجري وراها بالعربيه وكان هيموتها لكنها فلتت. وبعد ما استوعبت اللي حصل كانت خايفه جدا، بس فجاه مو ظهر وفضل يهديها. وصاحبتنا اتصابت لما ران كان بيجري وراها، وعلشان كده مو اطمن عليها وقال لها ان الجرح مش خطير. ومي كانت لسه مهزئه زي ما هي وعماله تلف ورا ران اللي كان منفض لها كالعاده، خصوصا ان هو بقى مركز اكتر في الفتره الاخيره على تنفيذ مهام العصابه. وشيا مع الحب والسهواكه بدات تاثر في شغلها كمان، لدرجه ان في الشيفت بتاعها هرب مريض من قسم الامراض النفسيه. وعلشان كده دكتور جانج وبصفته عضو في اداره المستشفى عمل اجتماع مع كل الدكاتره، ولما عرف ان الشيفت ده بتاع شيا قرر يديها جيزه ونقلها قسم تاني. والشرطه اتحفظت على ران وقالوا له ان هم محتاجين يحققوا معاه. وساعتها ران عمل مش من هنا وسالهم عن السبب. وقتها الضابط قال له ان في جريمه حصلت، والعيار بتاع طلقات المسدس اللي مجني عليه معمول بطريقه مفيش حد يقدر يعملها غير شركات تصميم ال3D. لكن ران كالعاده قدر يخلع من التحقيق بصنعه لطافه، واثبت ان هو في الوقت ده ما كانش في مسرح الجريمه. وطبعا الشرطه مع مرور الوقت وهم مش قادرين يحددوا المجرمين ولا عارفين يقبضوا على تشكيل العصابه بداوا يزهقوا ويحسوا بالياس. وشيا كمان ما كانتش مبسوطه في مكانها الجديد اللي كان في قسم الطوارئ، لانها ورغم انها دكتوره قلب بس الدنيا في قسم الطوارئ كانت توتر وضغط طول الشيفت. وصاحبنا كان حاسس بده، وعلشان كده كان من وقت للتاني كان بيروح لها المستشفى يتكلم معاها ويخفف عنها. وجانج الدكتور كان علاقته بام شيا وكانت كويسه، ومو بدا يتواصل اكتر مع شيا ويشوف ايه اللي مكعبلها في قسم الطوارئ علشان يساعدها. وفي يوم عرف ان في حاله البنت عندها
انهيار عصبي وناويه تاذي نفسها، بس المشكله ان البنت كانت رافضه تتكلم مع اي حد. وقتها صاحبنا بدا يفكر بصوت عالي مع شيا وقال لها ان البنت دي غالبا اتعرضت لاعتداء قبل كده. فشيا لما اتكلمت مع البنت انبهرت لان توقع مو كان مظبوط فعلا. وساعتها شيا فضلت تطمن البنت اللي بمجرد ما اطمنت بدات تتكلم وقالت لها انها ما حاولتش تاذي نفسها واللي هي فيه ده بسبب انها مصدومه صدمه كبيره بعد اللي حصل. وقتها شيا اتكلمت مع والد البنت وقالت له ان بنته مظلومه وان اللي حصل ده كان عكس ارادتها تماما وانها كمان حاولت تدافع عن نفسها. وبعدها قالت لوالدها ان مهمته ان هو يحميها من ضغط المجتمع لان البنت فعلا مش غلطانه في اي حاجه. بس المشكله ان الصدمه العصبيه بتاعه البنت كانت مخليها في اوقات كتير بتفقد القدره على النطق. وشيا كانت بتحاول واحده واحده تظبط الموضوع ده. وفي يوم وصلت حاله شاب عامل حادثه خطيره ولما صاحبتنا حاولت تعمل له الاسعافات المطلوبه الشاب ده توفى. والبنت اللي عندها صدمه كانت في السرير اللي جنب سرير الشاب. وعلشان كده صاحبتنا شدت الستاير بسرعه لان البنت اكيد مش ناقص الصدمات. والمشاكل في قسم الطوارئ كترت وفي ملفات مهمه لحالات خطيره ضاعت بسبب اهمال دكتور زميل شيا ودي طبعا حاجه ضايقتها جدا. وعلشان كده مو كان بيحاول يدعمها دايما وقال لها ان هو مش مطلوب منها غير الاجتهاد في الشغل والباقي ده مش بتاعها. وفعلا الكلام ده كان بيشجع صاحبتنا وعلشان كده اجتهدت وبقت واحده من افضل الدكاتره اللي موجودين في قسم الطوارئ في وقت قليل جدا. وشيا كانت متابعه كل الحالات بس كانت مهتمه جدا بحاله البنت اللي عندها صدمه عصبيه. ولما الموضوع طول مع البنت الدكاتره قرروا يدخلوها العمليات لان ده هيكون افضل حل. ورغم ان صاحبتنا كانت خايفه عليها لكنها راحت لها وهي تحت تاثير المخدر وفضلت تقول لها انها لازم بعد ما تفوق ترجع تعيش حياتها بشكل طبيعي وتخلي بالها من نفسها. ومي صاحبه شيا كانت حريصه ان علاقتها بشيا تفضل كويسه وعلشان كده من وقت للتاني كانت بتروح لها المستشفى وبتفضل تتكلم معاها. وفي يوم مي قالت لشيا انها لازم تركز مع مول انه بيحبها. وطبعا رغم ان شيا متاكده من حاجه زي دي بس حاولت تغير الموضوع على قد ما تقدر. وران لما لقى الشرطه مركزه معاه جدا انسحب تدريجيا من المدينه ورجع للمدينه اللي زعيم العصابه موجود فيها واداله تقرير مفصل عن كل حاجه حصلت. ومو بدا يقرب اكتر من شيا وبداوا يقضوا معظم الوقت مع بعض. ورغم ان ده ممكن يعطلهم هما الاتنين ويخليهم مش مركزين فيه بس العكس هو اللي حصل لان كل واحد منهم كان داعم للتاني وخلاه يتحسن ويركز اكتر في شغله. وران هو كمان حس ان مو زي القطط بسبع ارواح ومش راضي يموت وعلشان كده نزل على موقع الديب ويب بتاع العصابه عرض مغري جدا لاي حد يخلص عليه. وفي يوم شيا كان عندها عمليه مهمه جدا هتنقل فيها رئه وهي اللي كان معاها الرئه بتاعه الشخص المتبرع ولازم طبعا تبقى موجوده في المستشفى في وقت معين. فمقرر يوصلها بس في الطريق ظهرت عربيه فجاه والعربيه بدات تطاردهم بشكل غريب بس مو قدر بعد مطارده كبيره يلبس الزبون اللي في العربيه اللي بتطارده في عربيه تانية محمله مواسير. وساعتها العربيه اللي كانت بتطارده اتدشملت وكمان السواق اللي كان بيسوقها. ولكن المشكله ان اصحابنا هما الاتنين بعربيتهم وقعوا في البحر. فيا ترى بقى يا عزيزي المشاهد ايه اللي هيحصل وهل هيقدروا يكشفوا ان ران هو المسؤول عن الموضوع ده ولا لا؟ وكمان يا ترى ايه مصير علاقه صحابنا الاتنين؟ لو عاوز تعرف باقي الحكايه فاستنى الجزء التاني وما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار لما الجزء التاني ينزل. وكمان اكتب لي رايك في الكومنتات واقدر اقول لك دلوقتي مع السلامه.